يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل تشيكن وينجز معاها شوية بطاطس. طريقتها سهلة جدا، بتبقى من جوه طرية قوي قوي مستوية جدا، ومن بره الطبقة اللي بره بتبقى مقرمشة جدا من غير ما تبقى شاربة زيت ولا أي حاجة. هقول لكم على طريقتها سهلة قوي قوي. أنا بقطع الجناح كده، أجنحة الدجاج على 2 علشان في السوا تاخد راحتها، وهنعمل جنبها التشيلي صوص جنبه. انا اكله دي انا عن نفسي بحبها قوي قوي كده من غير اي حاجه جنبها. اجنحه الدجاج احنا جايبينها وطبعا مغسوله كويس قوي بملح ودقيق، شويه خل بنقعها شويه وبعد كده بصفيها كويس من الميه. محضره لها ملح وبابريكا، البابريكا بزودها شويه، وشويه صويا، دي اللي هنتبل بيه الاجنحه بس مفيش حاجه تانية. التشيلي صوص بحضر له سكر وثوم وفلفل احمر وشويه خل صغيرين. هناخد الأجنحة نقطعها زي ما احنا شايفين كده. بعد ما قطعناها كلها فصلناها زي ما احنا شايفين. طبعا انا منشفاها كويس قوي من المية اللي كانت فيها، اللي انا غسلها فيها ونقعها فيها. هصفيها في مصفى كويس قوي. والجلد يا جماعة انا ما بشيلش حاجات من الجلد كتير علشان الطبقة دي هي دي اللي بتبقى مقرمشة. انا مزودة البابريكا، ما بحطش اي بهارات غير البابريكا والملح، وبحط لها شوية صويا وبنسيبها في التلاجة يعني مش اقل من 3-4 ساعات. هي مغسولة بالخل، ما بحط لهاش بقى انا وانا حاطة الملح والبابريكا ما بحطش خل. هنغطيها ونسيبها في التلاجة شوية كده 3-4 ساعات لحد ما نجهز الباقي. التشيلي صوص طريقته سهلة قوي قوي وانا بحبه جدا. هو فلفل الاحمر الحامي حوالي 4 فصوص، حاطه لهم فصين توم، وببقى عاملة كوباية مية معاها معلقتين نشا صغيرين. بحط كله على النار و4 معالق سكر بس. عشان بس اللون يعني اعززه شوية بحط معلقة او معلقتين بابريكا. هو ما بيبقاش تقيل قوي، يعني هو بيبقى طبعا عشان معمول بالنشا. بصوا يعني هو ما يتقلش اكتر من كده. مجرد ما يلف معانا على البوتاجاز بنشيله. الاجنحة انا محضرة دقيق، طبعا انا متبلاها كويس فمش حاطه للدقيق الا شويه ميه، شويه ملح صغيرين ومعلقتين كبار نشا، ودي ميه ساقعه. يعني انا بحط الاجنحه كده في الدقيق، بعد كده انزلها في ميه ساقعه وارجع تاني احطها في الدقيق وافضل اضغط عليه كويس عشان يبقى شارب دقيق كويس. نفس الطريقه هنحطه في الدقيق وميه تكون ساقعه، وارجع احطه في الدقيق واضغط عليه كويس عشان الدقيق يمسك فيه. انا ما بحطش بيض ولا اي حاجه معاه. تتبيله بسيطه زي ما قلت لكم. طبعا اللي بيحب يزود اي تتبيله حطوا اللي انتوا عايزينه. انا بكتفي بالبابريكا والملح وشويه صويا صغيرين وخلاص على كده. بصوا عامله ازاي. طبعا الجلد بنسيبه. وده الشيلي صوص طبعا حلو قوي كده. انا خلصتها، يعني هي طريه جدا من جوه والطبقه مقرمشه قوي قوي من بره. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. ان شاء الله نكمل بدعمكم لينا. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا جدا، ويا رب نكمل معاكم بإذن الله.